منصة طموح ترحب بكم أينما كنتم. شهدت عدة دول عربية منها غزة والإمارات ومصر وسوريا والعراق والمغرب والجزائر احتفالات دينية وشعبية بالمولد النبوي الشريف. تنوعت المظاهر بين المجالس الروحانية والإنشاد الديني وتوزيع الحلويات والأطباق التقليدية. وعلى طلب أطفال المخيم اليوم عملنا لهم رز بحليب حابين، عملناه اليوم المولد النبوي نكسب الصلاة على النبي. بالله عليكم ما تقصروا معنا، بدي إياكم توقفوا معي، تعملوا حركات العشاشة وتعملوا عادة نشر حتى صوتنا يوصل. يا إخواني والله الشر هو اللي بيجيب الخير، وأهل الخير نستمر، خليكم معنا. المولد النبوي الشريف بسوريا. بصراحة كنت متخوفة من فكرة المجيء إلى سوريا، لكن مع أول خطوة بين الناس زال خوفي. في هذه الأزقة العريقة في قلب دمشق القديمة بين عبق التاريخ ورائحة الياسمين، قررت أن أقضي هذا المولد النبوي الشريف هنا. الوجوه المضيئة والقلوب الطيبة، الأناشيد التي تعلو باسم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم جعلتني أشعر أنني وسط أهلي. وهنا تذكرت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وصية تختصر رسالة الإسلام: رحمة وعدل وحرمة الدماء. وعبرة اليوم أن سوريا رغم كل ما مرت به ستعود كما أراد لها أهلها الطيبون، شامخة مزدهرة، وسيأتيها الفرج. فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. صلي على النبي صلي على النبي. ليش مصر هي الدولة العربية الوحيدة تقريبا اللي تحتفل بالمولد النبوي؟ الاحتفال ما يكمل إلا بحلاوة المولد. مسجد السيدة زينب وشوارعها، أخذنا لفة في الشارع وفي الأسواق الشعبية عشان نشوف أجواء حلويات المولد. وهذه العادة سنوية في مصر، مو بس في القاهرة، تقريبا بتلقوها في معظم المحافظات. الحلويات عندهم كثيرة، يعني طب وتخير. هذا اليوم بالنسبة في مصر هو مهم جدا لكل الناس، مهم للأطفال وحتى العوائل، يجمعهم كلهم في قاعدة واحدة. ولكن السؤال هو: من متى مصر بدأت الاحتفال بالمولد النبوي؟ كذا أقول لكم، هذا أنا عبد الله. لو تبي تعرف جديد مصر خليك متابعني، وراح نلف مصر كلها. أروح ونحكي لكم على المولد النبوي الشريف في الجزائر. هكذا تربينا عليه ورانا نربيو عليه وليداتنا. هادو هما عاداتنا وهادو هما تقاليدنا. الله والو يا جاري العزيز، ديما هكا تشقي في روحك. يا خا ديما تحشمني والله والو. الرحمة والإحسان في كل مكان اللي وصانا عليه النبي بين الجيران. أروح وليدي هي تعرفوا الجواج؟ أعرفوا اللي قدام يقولون جيت الحوج. والله روح جيب لي من عنده دجاجة، وما تنساش العشية أنا نديرشتها. روح تاكل ياك. في النهار ريحة طياب الحراير في كل الخيامات، والعشية هذا هو وقت اللمات العائلية على المائدة بكل الأطباق
التقليدية الجزائرية. وش تقولوا في العشاء؟ ما قلتولي لبنينة ماشي بنينة. واش نقول لك، ما شاء الله رشدة هايلة يا بنتي. بنين. ويا الزينة ديري لاتاي من القابسة للبراد، وهاديك السهرة الزينة بالحلويات والبقالات. حاجيتك ما جيتك. مش علفتي لا روحي لبيتك. الصمصة التزيريات، المقروط المحنشة والمشوك، والمايدة مزينة بكل انواع. يما حقا ما قلتلناش اليوم بقالة. بسم الله بديت وعلى النبي صليت وعلى الصحابة رضيت. هذا فالك يا بنتي. حبطت القاع الجنان، فرس زربية، حلقة بحلق واستهب حتى الودنية. فرحي يا يما، سعدي ليالية، نشفى في العدو كيما شفى فيا. هذا مولودنا يفرح بينا في المكة والمدينة، صلوا عليه صلوا عليه. هذا مولودنا يفرح بينا في المكة والمدينة، صلوا عليه صلوا عليه. هذه هي اللمة اللي تفرحني أنا كي نشوف هكذا يا أولاد ولادي ولادي، الله يباركهم بالله. فراق الحي صعيب على فراق اللي مات، ماشي سهل نكونوا في نفس الحياة والبعد محتم. شحال حال المولود في الجزائر، توحشناك ماما، انتي وقتاش تجي؟ صلي على النبي يا بنتي عليه الصلاة والسلام. هاو قريب يفرج ربي. أشر ماما، توحشتكم انا كانا يا بناتي، وكيما احنا رانا بعاد على بعضانا، كاين بزاف ناس راهم يشوفوا فينا بعاد على اهاليهم وناسهم واحبابهم. الشدة في ربي، هو اللي قرب جميع بعيد، وهو اللي لم شمل جميع غريب.